حكة في الشرج، وجود انتفاخات نازلة من الشرج أو بتنزل أثناء الحمام وبترجع تاني داخل الشرج، يبقى أكيد حضرتك عندك البواسير. البواسير هي عبارة عن انتفاخ أو تمدد في الأوعية الدموية اللي بتكون موجودة في قناة الشرج. البواسير نوعين، يا إما تكون بواسير داخلية أو بواسير خارجية. البواسير الداخلية دي بتكون 4 درجات. الدرجة الأولى دي بتكون موجودة داخل الشرج، ما بتسببش أي أعراض للمريض. الدرجة الثانية دي بتنزل أثناء الحمام وبترجع تاني لوحدها داخل الشرج. الدرجة الثالثة دي بتنزل أثناء الحمام وبيضطر الشخص إن هو يستخدم إيده لإرجاع البواسير تاني داخل الشرج. الدرجة الرابعة دي بتكون موجودة خارج الشرج، المريض ما بيقدرش يرجعها تاني داخل الشرج. البواسير لو اكتشفناها بدري في الدرجة الأولى أو الثانية بيتم علاجها باستخدام الأدوية والكريمات البوضعية مع شوية تعليمات للمريض. المريض تقريبا بيخف من البواسير. لكن لو بواسير من الدرجة الأولى والثانية مع مضاعفات زي النزيف الشرجي أو وجود تجلطات في البواسير أو آلام شديدة، أو بواسير من الدرجة الثالثة والرابعة، دي بتحتاج تدخل يا إما بالليزر أو الدوبلر أو الدباسة. أي طريقة من الطرق دي طريقة آمنة جدا، بيتم اختيارها بناء على حالة المريض ودرجة البواسير. المريض خلال أيام معدودة بالتقنيات الحديثة دي بيقدر يخف تماما من البواسير. شكرا جزيلا لحضراتكم.